الشمال السوري. معنا من بروكسل الكاتب والصحفي هوشنك أوسي، ومن أمستردام في هولندا ممثل مجلس أو ممثل مسد ماجد الكرو. مرحبا بكما ضيفي الكريمان، وسينضم إلينا لاحقا الأستاذ بسام سليمان من دمشق. أستاذ هوشنك أوسي، مفاوضات بين دمشق وأنقرة وواشنطن وقسد. اليوم ترامب أصبح رئيسا، الرئيس السابع والأربعين. هل الجميع ينتظر ما يريده ترامب؟ وفي الأساس أصلا ماذا يريد ترامب من شمال شرقي سوريا؟ مساء الخير لك ولضيوف مرحبا. الأفاضل والمشاهدين الكرام. في تقديري مسار المفاوضات جار في سوريا على أكثر من مستوى. مفاوضات على الصعيد الداخلي ما بين قسد ودمشق أو حكام دمشق الجدد، وما بين الأطراف الأخرى المستفيدة والمتضررة من قسد، أو تزعم بأنها متضررة من وجود قسد، وأعني على وجه الخصوص تركيا. قسد هي جزء من التحالف الدولي المناهض للإرهاب أو لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وهنالك أسهم أوروبية وأسهم أمريكية في هذا الكيان العسكري الذي يعني حقق أهدافه على الصعيد العسكري فيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي. وهذا الكيان له على الجانب الإداري والجانب السياسي أيضا سلطة كأي سلطة في سوريا، هي سلطة أمر واقع يعني، لكن محاولة دمج سلطات الأمر الواقع الموجودة في سوريا داخل سوريا، أو إعادة ترتيب أوضاع سوريا التي كانت مجزأة على زمن النظام السوري السابق، بكل تأكيد بحاجة إلى الحكمة، وبحاجة إلى التفاوض من كل الأطراف، وبحاجة إلى تفاهمات، منها ما هو داخلي ومنها ما هو إقليمي، منها ما هو يعني ذو طابع دولي. وقسد فيها يعني أسهم أمريكية كما ذكرت، وفيها أسهم بريطانية وأسهم حتى خليجية يعني وفرنسية أيضا. وبالتالي ليس من مصلحة الأطراف الداعمة يعني حل مسألة قسد بدون أن يكون هنالك شيء يرضي الأطراف كافة، بدون أن يكون هنالك ضمان. من أستاذ هوشنك رتب لي أقوى الأطراف التي لها أسهم في قسد؟ واشنطن أولا. أنا ذكرت نعم، واشنطن وفرنسا وبريطانيا، وأيضا كان هنالك دعم، وأعتقد ما زال هنالك دعم خليجي أيضا يعني. وإيران. طبعا هذه الأسهم موجودة في الأطراف السورية الأخرى أي أيضا جيد. يعني. إيران لها أسهم كذلك؟ فقط إيران لها أسهم كذلك؟ في تقديري ربما الأقل حظيا بموقع في قسد هو يعني طيب. إيران، عن طريق حزب العمال الكردستاني. لكن يجب أن لا نغفل أنه تعقيدات الوضع السوري يعني الضوء فقط يكون مسلط على قسد، على أنه هي فقط هي في هذا الواقع. لا، هنالك أسهم إقليمية وأسهم دولية أيضا في جيد. هيئة بالشام، تمام. وفي ائتلاف السوري المعارض. يعني نحن نناقش اليوم قسد. أستاذ هوشنك أوسي، أستاذ ماجد الكرو، مرحبا بك. يعني شركة مساهمة تقريبا قسد، لكل طرف مجموعة من الأسهم. كيف هذه الأطراف سوف ترضى؟ يعني قسد كيف، من أسهمه التي سوف تربح أو تغلب؟ واشنطن؟ لا، السهم السوري اللي راح يكون هو المتفوق على الجميع. لكل الدول المصالح في منطقتنا بشكل عام، ولكن هي المصلحة السورية بالنسبة لمجلس سوريا الديمقراطية، واللي هو كمان قوات سوريا الديمقراطية بشكل عام. الحالة السورية هي اللي راح تكون منتصرة.
للدول أجندات ومشاريع ومصالح في سوريا بشكل عام. كثير من الدول لها مصالح في سوريا، بس ولكن المصلحة السورية هي اللي راح تغلب. كيف يعني المصلحة ولقد السورية بمعنى ماذا؟ بمعنى الحوار السوري إذا استطاع السوريين أن يتوصلوا إلى آلية تجمعهم على طاولة حوار، وأن يتفقوا على شكل سوريا القادمة بما يرضي جميع السوريين، هؤلاء هم المنتصرون. اليوم تضحيات 14 عام للسوريين هي من خلتنا الآن أمام هذا المشهد، أمام تحدي كبير جدا. نحن لا نراهن على الدول أن تصنع لنا. كيف لا تراهنون على الدول أستاذ ماجد؟ يعني البعض يقول كيف لا تراهنون كسوريين تراهنون على واشنطن؟ قسد تراهن على واشنطن الآن، صحيح؟ أستاذ معاذ كثير من يراهن على تركيا كذلك. تمام. الآن نتحدث عن قسد، نتحدث عن قسد تراهن على واشنطن. قوات سوريا الديمقراطية لها تحالف مع واشنطن ودول أخرى لمحاربة الإرهاب، وهذا شيء طبيعي. أي قوات موجودة على الأرض السورية الآن تحظى بدعم. هلا الكل يقول أنه يحارب الإرهاب. هذه يعني قصة الإرهاب قصة، بعض يقول لك ليس إرهاب. أستاذ معاذ، أنا حتى أنا فهمت ما تريد. قسد الآن اللي موجودة على جزء مهم من سوريا، هي سوريا بامتياز تبحث عن حلول سورية. يعني كيف سوريا بامتياز أستاذ ماجد؟ اسمح لي والله. ناخذ بعين الاعتبار أجندات الدول. مثلا الآن أنت تتكلم يعني أنه لازم أنت مدعوم من أمريكا. لا، مسد مدعومة من أمريكا لمحاربة الإرهاب وليس لمحاربة السوريين، يعني حتى تكون في هذه الحالة. طيب يعني ما أنتم تحاربون الجيش الوطني الآن، ما هي قسد تحارب الجيش الوطني، هؤلاء الجيش الوطني سوريون. طيب قناصة قسد في أحياء حلب يعني يخنصون المدنيين السوريين، إرهابيون هؤلاء دواعش. يا أستاذ معاذ، يعني أولا اللي موجودين في حلب في الشيخ مقصود تم الاتفاق مع ردع العدوان انه ما في حدا يتعدى على الاخر. يعني ما يقنصون المدنيين، يقنصون المدنيين يا لا أستاذ يقنصون المدنيين، لا يقنصون المدنيين. الان هاي الاجنده اللي تحاول تثير الفتنه خاصه في مناطقنا، ودعم فصائل تابعه لتركيا ضد ما هو موجود. لا يقنصون الناس المارة في الشوارع، يقنصونها قناصة قسد في الشيخ مقصود والأشرفية. والله لا يوجد هذا الكلام. لا يوجد. تحلف على ذلك؟ لا أحلف أستاذ معاذ، بس أنت شيء طبيعي أنت في عندك قوات موجودة في الشيخ مقصود في وسط حلب وضمن سيطرة إدارة العمليات. كيف يعني يثيروا فتنة بهذا الشكل؟ يعني مثلا شيء معقول منطقيا يعني. على فكرة إدارة العمليات وضعت لافتات أنه للمدنيين أن لا تذهبوا باتجاه المناطق التي يوجد يعني مكشوفة لقناصي قسد. أستاذ ماجد، هكذا الأمور الآن تجري يعني في مدينة حلب هكذا. أستاذ معاذ أنا جدا صريح بهذا الكلام. يعني هل يعقل في الشيخ مقصود موجودين مجموعة في منطقة ما وحريصين جدا أنه لا يكون هناك توتر؟ طيب. أن يثيروا هذا التوتر؟ يعني لا يوجد. أكيد لا. جيد. الآن انضم إلينا الأستاذ بسام سليمان من دمشق. أستاذ بسام مرحبا. يا مرحب دكتور معاذ، ويا مرحب بضيوفك وبكل الشعب السوري بكل أطيافه وأعراقه. يا أهلا وسهلا. والله أنتم الجماعة في دمشق منفتحون ورائقون، يعني خطابكم دوما هادئ. بالنهاية بتقول مجاملات مثل الحلقة الماضية. لا ما يخرج من القلب يصل إلى القلب، يبدو هكذا يقول أحدهم. من القلب. إيه الآن بس دعنا نحرر آخر نقطة في البحث والنقاش. هل هناك قناصة لقسد يقنصون المدنيين في أحياء حلب؟ يا أخي أنا طالع مع زوجتي وبناتي 3 صغار، بدي أطلع من حلب إلى عزاز. عدة شخصيات بعرفها أصدقائي حذروني، فاضطريت أرجع لإدلب، ومن إدلب إلى دارة عزة، يعني قطعت مشوار كبير. يعني في قنص وفي قتلى وفي جرحى، يعني حقيقة لا يمكن إنكارها. الشعب السوري يعرفها، ومن يتكلم بإنكارها للأسف يعني يظهر بمظهر غير جيد أمام كل الشعب السوري الموجود. ضيفيك الكريمين تحدثوا عن فكرة الخارج وتركيا في نهاية الشهر الماضي تحديدا في 30 ربما الشهر جرى اجتماع بين
السيد أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي. سأقول معلومة وأنا أكيد منها. السيد أحمد الشرع قال للسيد مظلوم عبدي: يا سيد مظلوم عبدي، أنتم سوريون ونحن سوريون، تعال إلى حل سوري يمنع التدخل الخارجي من الجميع. يعني هذا كلامي هلأ، أنا بدي أقول الجميع، يعني أمريكا وتركيا والصين وسنغافورة والمريخ ومن تريدون، يريدوا حل سوري. تفضل دكتور. ماذا قال له مظلوم عبدي؟ للأسف يعني يبدو أن السيد مظلوم عبدي لا يملك كامل قراره. كلنا نعلم أن قوات قسد هناك هيمنة عليها من قبل ما يعرف بالبكك. يعني هؤلاء مثل ما نقول يعني زي جاي زلمة يفاوض وفي له شور وراه. للأسف هالشور اللي وراه ما بيخليه، على عكس السيد أحمد الشرع يعني قراره واضح وفوري وفينه ياخذ القرار يلي بيريده. لأن الجماعة قالوا لك أيضا هناك تأثير للخليج وللأمريكان وللأتراك على أحمد الشرع. لا ليس هناك هذا الحديث. وأريد أن أذكرك، أنت يعني صدفت عدة حلقات، أحمد الشرع والحكومة الحالية لما كانت في إدلب محاصرة ولا توجد لديها موارد ومنبوذة دوليا، كانت تتعامل بندية جيدة حتى مع الجارة التركية التي كانت متنفسها الوحيد. الآن لذلك فكرة أنه هيمنة من هنا وهناك وقرار، لا، القرار سوري إن شاء الله، والحل ندعو أن يكون سوري إن شاء الله. طيب الآن رويترز تقول دمشق تتفاوض مع قسد ومع أنقرة ومع واشنطن. هل هناك مفاوضات؟ صحيح هذا الكلام؟ نتائج هذه المفاوضات، نعم. هل هناك عملية عسكرية أم لا؟ بالنسبة للمفاوضات، نعم هناك مفاوضات، ومؤخرا جرى تشكيل لجنة لحل الخلافات. يعني قسد كان لديها عدة طلبات، أعتقد أنها طلبات غير منطقية. الطلب الأول تريد فيلق خاص بها داخل الجيش السوري الجديد، وهذا الفيلق يبقى في مناطقها. هذا أولا. الطلب الثاني أرادت خصوصية إدارية. الطلب الثالث أرادت 50% من واردات النفط. وهنا أقول يعني لو أن كل من في مناطق قسد مرتبط بقسد وتمثله قسد، فعددهم بحسب مراكز دراسات كثيرة لا يتجاوز 3 مليون. يعني 3 مليون سوري بدهم ياخذوا 50% من واردات من النفط السوري، و20 مليون واكثر من السوريين بدهم فقط 50 مليون. اعتقد انها ان شاء الله تكون مطالب يعني سقف تفاوضي يتم التراجع عنه. اما هل هناك عمليه عسكريه؟ فحقيقه وهذه معلومه، ان لم تكن الا الاسنه مركبه فما حيلة المضطر إلا ركوبها. لأنه شروط قسد حاليا تهدد بدمار سوريا. يعني لما قسد بدأ خصوصية عسكرية وخصوصية إدارية، بكرة بيجيك أحد في حماة بيقول لك بدنا خصوصية عسكرية وإدارية، وأحد في حمص، وأحد في حلب، وأحد في درعا. هذا كلام مدمر للدولة السورية. ونتمنى، وأنا البارحة كنت مع قيادي عسكري كبير من اللجنة التي ستشرف على تأسيس الجيش السوري الجديد، قال نتمنى ألا نصطدم. فكل يعني السوريين اليوم تعبوا، ما عاد بدهم دم. الشباب السوري اللي لا قدر الله ستقتل، هؤلاء نريد أن نفرح بهم لما بيتخرجوا من الجامعات، لما بينجحوا بمشاريع. طيب. ما بدنا نبكي عليهم في حروب داخلية. أستاذ هوشنكو أوسي، واشنطن ستمنع أي شيء؟ خلاص محمي الموضوع، أم تبدي خاطر أنقرة وتتخلى عن قسد برأيك في نهاية اليوم؟ لا، في تقديري لن تتخلى عن قسد. ويعني احتمالات انه انقرة تتخلى عن الجيش الوطني واردة مقارنة باحتمالات تخلي واشنطن عن قسد. ستبقى تدعم قسد ومطالب قسد، هذا من جهة. من جهة أخرى يعني بالعودة إلى مسألة الانتهاكات والمشاكل التي أتيت على ذكرها والقناصة والقصص هي، الفيديوهات تملأ السوشيال ميديا فيما يتعلق بمقاتلي جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام، سواء في دمشق أو خارج المحافظات الأخرى. فهذه المشاكل التي تقال وتبرر على أنها حالات فردية بكل تأكيد سيكون هنالك ما يماثلها أيضا في قسد. فدائما الموضوع الإعلامي ينبغي أن يكون موضوعيا في حال تسليط الضوء على منطقة دون غيرها أو على فصيل دون غيره. هذا يقلل فيما يتعلق بالتناول الإعلامي في هذا الخصوص من حيث الموضوعية والتوازن. التركيز ينبغي أن يكون في تقديري وظني على
مدى وصول هذه المفاوضات. طالما هنالك مفاوضات هذا شيء إيجابي ينبغي التعامل معه لكن وتحليل البعض يقول هذه. لك مماطلة، هي جري إلى الأمام، مفاوضات للمفاوضات، لا شيء يحدث. من قال لك ذلك أنه موضوع مماطلة؟ مماطلة على ماذا يعني؟ هل لأنه مماطلة ستكون لصالح دمشق؟ لأنه دمشق هي ضعيفة، قسد قوية فيما يتعلق بالتشكيل العسكري، فيما يتعلق بالتسليح، فيما يتعلق بالدعم الدولي، فيما يتعلق من يحتاج إلى مماطلة، فيما يتعلق بالمفاوضات. هي القوة التي تحاول ترتيب أمورها وتحاول أن يعني تزيد من عزم حضورها العسكري والاقتصادي. في تقديري الآن دمشق بمن يحكمها يعني من الخطورة بمكان التفكير والتهديد بلغة الأسنة والتسليح. هكذا. لكن يقول لك بسام سليمان فما حيلة المضطر إلا ركوبها، لم يبقى إلا ظهر الأسنة. مش حيلة المضطر، لا. حيلة المضطر لما نصل إلى بالفعل أن المفاوضات ما قسد تريد أن تبقى في مناطقها وتحكم نفسها بنفسها وتحكم كل تلك المنطقة. ما الحل؟ ما السبيل برأيك؟ في تقديري أنا لست ناطقا باسم قسد، ربما ضيفك في هولندا هو قريب إلى قسد أكثر مني. أنا أنتقد قسد أكثر منك، لكن من يسعى إلى المفاوضات ومظلوم عبدي في تصريحاته للإعلام العربي للإعلام ذكر بوضوح أنه هم في هذا الاتجاه، في هذا السعي. لكن قضية فرض الاستسلام على قسد هي ما يحلموا فيها، يعني مش قضية أنه لماذا لا يحلمون بها؟ يعني ما سر قوة قسد؟ مسر قوة قسد يعني أولا التنظيم، ثانيا الاقتصاد، ثالثا الالتزام. اصلا مسر الدعم الدولي قسد ولم يدعموا الجيش الوطني بين مزدوجين، ولم يدعموا جبهة النصرة بين مزدوجين وهيئة تحرير الشام حاليا. السر فيما يتعلق بالاداء العسكري بالاداء التنظيمي. نختلف معهم عقائديا، نختلف معهم سياسيا، نختلف معهم ايديولوجيا. هم شكلوا حالة داعمة للأطراف الذين يدعمونهم وخلقوا حالة من الثقة. يعني أستاذ هوشنك لا أدري، يعني هل تذكر تاريخ المعارك عندما تحالفوا مع الروس وتحالفوا مع النظام وتحالفوا مع الإيرانيين؟ بعد يقول لك قسد هزموا في كل معاركهم. أستاذ ماجد الكرو إلى هذا الحد يعني قسد قوة خارقة؟ ما التاريخ البعض يقول لك هي خسرت كل معاركها. صحيح هذا الكلام؟ استاذ معاذ عند الاستاذ ماجد. والله سأعود لك حبيبي استاذ هوشنك. سأعود. لا لحظة بتقديرك بمعتقدك بما تؤمن به بخبرتك الإعلامية، أنت من كل عقلك مقتنع أنه الجيش الوطني هو الجيش الوطني. من يقاتل في ليبيا وفي أذربيجان ضد الأرمن وضد الليبيين فيك تسميه جيش وطني يعني هذا يا أستاذ هوشنك أنت تعلم والجميع يعلم، وهذا موضوع آخر وفي خلط الأوراق. موضوع سوري. أنت عندما تركز على جهة معينة، أنا لا أركز. أنا اليوم في سوريا الجهة الوحيدة المتبقية التي يعني ترفض الانصياع لإرادة الدولة السورية هي قسد. صحيح؟ مش صحيح هذا الكلام، مش صحيح. ليش الجيش الوطني سلم أسلحته، الفصائل الأخرى سلمت أسلحتها؟ طيب. مش صحيح. كيف تقول الجهة الوحيدة؟ أنت إعلامي وأنت عم تحاكي واحد إعلامي، يعني مش صحيح هذا الكلام. أنت كيف تسوق وتصدر جميع الجهات يا أستاذ كل الجهات قالت سنسلم سلاحنا للدولة. الجيش الوطني وقسد قالت نحن قسد تريد 50% من النفط. قسد تريد 50% من النفط. هذا الكلام غير صحيح أستاذ معاذ. تفضل يا أستاذ معاذ. بهذا الأداء الإعلامي مع الأسف الشديد، وأنت تتحدث مع كاتب وإعلامي وباحث، يعني نحن بنعرف التفاصيل وما بين الأسطر، يعني هذا الأداء الإعلامي لا يبشر بخير، لا يدفع نحو أنه المفاوضات تتكلل بنجاح وكذا. إذا بقي الأمر في هذا السياق فهو موضوع أستاذ هوشنك وأنت أستاذنا، يعني وأنت أستاذنا. لكن الآن كل الجهات في سوريا تقول نحن نريد أن نسلم السلاح، لا تشترط على الدولة السورية. قسد تشترط على الدولة السورية في النفط، في السلاح. قسد هي الوحيدة التي تشترط.
كل الجهات الأخرى تريد أن تسلم، لا تشترط على الدولة. لسه ما في شيء اسمه دولة سورية، لسه ما في شيء. الدولة طيب. السورية في إعادة ترتيب، ما في شيء وزارة دفاع، ما في شيء. كيف ما في شيء موجود وزير دفاع في دمشق؟ كيف لا يوجد وزير دفاع؟ كيف؟ يا أستاذ معاذ، لا تتعامل الحكومة الانتقالية تقدم نفسها على أنها حكومة إنقاذ طيب. مؤقتة ليست كاملة الصلاحية. أنت ليش بتقدمها على أنه هي خلص الوضع كما هو عليه وخلص الكل؟ لا هم يقدمون أنفسهم، أنا ليس لي دخل، هم يقدمون أنفسهم، يعني يصدرون وزير دفاع وله يجتمع بقادات الفصائل هكذا يقدمون أنفسهم، أنا ليس لي دخل. طيب أستاذ ماجد إذا سمحت لي، أستاذ ماجد، يعني إلى هذه الدرجة قسد خسرت كل معاركها، على ماذا تستند؟ طيب إذا واشنطن تفاهمت مع أنقرة، ماذا أنتم فاعلون؟ إيران تنفعكم؟ الحرس الثوري الإيراني ينفع الجماعة في قسد؟ من؟ إسرائيل؟ أستاذ معاذ، أنا ما أعرف حضرتك منين تجيب هاي المعلومات. أي معلومات؟ إسرائيل وإيران. يعني من أين؟ يعني إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور تقاتل الإيرانيين وميليشيات الإيرانية، أما الإسرائيلي وين إجا الإسرائيلي يعني مع مسد أو قسد؟ يعني أنا أتمنى من حضرتك وأنت إعلامي لك حضورك ووجودك أنه تركز على الأمور بشكل جدي وواضح، ولا تكون متحيز لموقف آخر. لست متحيزا، والله لست متحيزا يا أستاذ ماجد، لكن أنا أطرح لك ما يقول الشارع السوري. الشارع السوري يرى أن هذه قسد بصراحة أنا أنقل لك ما يقول الشارع، أنه هذه والله قسد رأس حربة لتفتيت الدولة السورية القادمة، تنفخ فيها إيران وتنفخ فيها إسرائيل والجميع يستثمر فيها. هكذا هم الرفاق في قسد. وهذا ما مسد اللي تريد أن تكون دولة سورية بامتياز، وأن يتفق السوريين على شكل دولتهم القادمة بامتياز، ولن تكون عائق في يوم من الأيام أمام إرادة السوريين. ولكن الآن ما يدور من حديث حول مسد وقسد، تعرف أنت في عدم رضاء من تركيا، وتركيا تحتل أجزاء من سوريا، يعني وإحنا نتمنى من السوريين الشرفاء أنه إحنا نكون واضحين جدا أنه في عندنا. طيب قل لي ماذا تريد قسد الآن؟ ممكن أن تقول لي ماذا تريد قسد وأنت ممثل مسد في هولندا؟ قل لي 1 2 3. قسد تريد وحدة سوريا أرضا وشعبا. بالله عليك بالله عليك لا بالله عليك، والله حقيقة هذا ما والله يا أستاذ ماجد، يعني طيب الآن الذي يشاهدنا بالله عليك يعني يضحك ملء شدقيه الحقيقة، يعني هسه تريد وحدة سوريا؟ هذه كيف هذه؟ لا، وغير قسد من بحث عن وحدة سوريا. يعني مثلا الآن احنا نطرح وحدة سوريا، والثروات اللي تكلم ضيفك من دمشق انه الثروات 50% لم تطرح. الثروات هي ملك لكل السوريين ويجب ان توزع على السوريين. طيب ماذا تريد قسد؟ قل لي 1 2 3. تريد ان يشارك كل السوريين في صنع القرار السوري حسن، والانتقال إلى سوريا بشكل متساوي ما بين السوريين، والحوار السوري هو اللي يأسس إلى حالة انتقالية صحيحة بشكل واضح وصريح. المفاوضات اللي حصلت ما بين قوات سوريا الديمقراطية ومسد بشكل عام والإدارة اللي موجودة في دمشق كانت إيجابية، وتم وضع بعض النقاط بشكل عام للعمل عليها، وتم تشكيل يعني الاتفاق على أنه يتشكل لجان حتى تسيق هاي الاتفاقات والتفاهمات بشكل عام تؤدي إلى وجود سوريا. لم ترفض يعني كلامك يا أستاذ ماجد. الآن المشاهد الذي يسمع يعني نريد شيء، يعني كله كلام في العموميات، نريد تخصيصا كلاما واضحا. ماذا تريد قسد؟ تقايض على ماذا؟ رويترز تقول هناك مقايضات، يعني أعطيك كذا فتعطيني كذا، هكذا بصريح العبارة. دعك من هذه الحوار السوري ووحدة سوريا، الموضوع شيء آخر. يا أستاذ معاذ، الآن المشاركة الصحيحة للسوريين في إدارة الدولة هي اللي تبعد كل هاي الاحتمالات اللي حضرتك تتفضل فيها.
يعني اليوم لا قسد ولا مسد ولا إدارة العمليات ولا الجيش الوطني ولا اللي موجود في درعا ولا اللي موجود في الساحل السوري هم غير سوريين، هم كلهم سوريين. نبحث عن ما يجمعنا ما كسوريين. اختلفنا يا أستاذ ماجد. ماذا يمكن أن تتخلى قسد لدمشق ويمكن أن تتخلى دمشق لقسد؟ هكذا هو السؤال. ماذا تريد قسد أن تأخذ وتعطي؟ رويترز تقول هذا الأمر مقايضة حرفيا. اولا مسد تكلمت انه في هاي المرحله الانتقاليه والصعبه جدا على كل السوريين يجب ان توضع حلول، وان يشارك كل السوريين في صياغه المرحله الانتقاليه والمشاركه فيها بشكل جدي. ولا توجد شروط عند مسد ان تكون ضمن وزاره الدفاع، ولكن هي ارتأوا انه ان نكون ضمن وزاره الدفاع في مرحله مؤقته حتى يتفق السوريين على شكل الدولة السورية، وتكون وزارة الدفاع هي الجيش السوري، ونحن جزء من الجيش السوري اللي يدافع عن سوريا. ولكن الآن قسد تدافع عن سوريا؟ قسد تدافع عن سوريا؟ طبعا تدافع عن سوريا أستاذ معاذ. إذا الآن اللي هو تحت أمرة التركي أو الفصائل اللي تحت أمرة التركي، لماذا لا يدافع اللي موجود يعني في دمشق الجيش الوطني تحت أمرة التركي وقسد تحت أمرة من؟ طبعا. وقسد تحت لا أمرة مو من؟ أمرة حدا. لا التحالف الدولي إذا إجا إلى المنطقة وشمال شرق سوريا هو إجا لمحاربة الإرهاب واستعان بالقوة اللي موجودة على الأرض. قصة الإرهاب هذه أصبحت والله ورقة قديمة يا أستاذ ماجد. الآن قسد تحت أمرة من؟ قسد تملك قرارها؟ قل لي. تحت أمرة السوريين. قسد تملك قرارها؟ نعم تحت أمرة السوريين. نعم. يعني مظلوم عبدي هو سيد قسد؟ مظلوم عبدي قائد عسكري. من سيد القرار؟ من سيد قرار قسد؟ قل لي من سيد قرار قسد؟ مجلس سوريا الديمقراطي. إلهام أحمد؟ إلهام أحمد هي جزء من مجلس سوريا الديمقراطي. أنت مقتنع بهذا الكلام؟ مقتنع طبعا. أنا من المكون العربي اللي موجود في المنطقة، يعني لا أحتاج أن أحد يقنعني. أنا مقتنع في هذا المكان وأنا موجود في هذا المكان وأنا سوري بامتياز. طيب أهلك العرب في شمال شرق سوريا شبابهم ألا تجندهم قسد قسرا والذي يترك قسد يقتل؟ لا يجندون يدافعون عن المنطقة، أو طبعا يدافعوا عن المنطقة وحاربوا الإرهاب ونزل الدم الآن الذين يقاتلون الجيش الوطني، قل لي الذين يقاتلون الجيش إنساني قصة الإرهاب. مرتزقة تركيا ليس جيش وطني، مرتزقة تركيا. الجيش الوطني الذي يقاتل قسد، عناصر قسد العربية، الذي يترك القتال يقتل من أهلك في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور. معلومة غير صحيحة. نعم. لحظة أستاذ هوشنك. أستاذ ماجد تفضل. لا يا حبيبي أستاذ هوشنك لحظة بس سأتيك. تفضل أستاذ ماجد. المعلومة غير صحيحة. غير صحيحة أبدا. لا يقتل أحد. ومن يدافعون عن شرق الفرات أبناء المنطقة، ولا يوجد فيها مكون عربي. يدافع الكردي والسرياني والعربي على خط واحد، يعني وليس حدا مجبر منهم. يعني مجبر دفاع يدافع عن منطقته اللي موجود فيها. يعني الآن ما أعرف أستاذ معاذ ليش تحاول تسلط الضوء إنه اللي جاي الجيش الوطني هو جاي محرر. يحررك من مين؟ يحررك من السوريين اللي موجودين على هؤلاء الجيش الوطني أليسوا أبناء البقارة والعقيدات أولاد عمك؟ هؤلاء الجيش الوطني. أستاذ معاذ أولا إحنا سوريين بامتياز، وأهلنا اللي موجودين الآن يدافعون عن الأرض، واللي وجد في الجيش الوطني الآن اللي هو ينفذ أجندة تركية بامتياز هو ما يمثلني. قسد تمثل أجندة مين؟ قسد تمثل أجندة ماذا؟ قسد تنفذ أي أجندة؟ بس قل لي قسد تنفذ أي أجندة؟ أجندة سورية. طيب جيد جدا. بسام سليمان الجماعة ينفذون أجندة سورية والموضوع منتهي. فعلى ما أنتم يعني متضايقون وتهددون وتزبدون وترعدون؟ الجماعة السوريين بامتياز. هذا ما نريده. نحن نريد مسار وطني، ودعونا الجميع إلى مسار وطني. كل فصائل سوريا من السويداء إلى درعا إلى القنيطرة استجابت. 47 جلسة تنظيمية لوزارة الدفاع كلها كانت جلسات طيبة. للأسف فقط إخواننا في قسد هم من يعني قدموا شروط تعجيزية. أتمنى مرة أخرى أقول، وأتمنى أن تكون هي يعني سقف مطالب
للأسف حتى الآن ما تفعله قسد لا يشير إلى مسار وطني سوري. يعني اليوم أنت لما بتمسك النفط عن السوريين وهذا بيؤدي إلى انقطاع الكهرباء في مختلف مناطق سوريا، والكهرباء ما عم تجي إلا ساعة أو ساعتين في كتير مناطق، هل هذه رسالة طيبة للسوريين؟ أنا اللي بدي أقوله لا يا أخي، لا يا أخي، عم تقول لا قاطعين النفط والأمور تمام. أما كان بالنسبة يحكم يا أستاذ معاذ مشان انتهي وننهي يعني الحلقة هي من فكرة الجيش الوطني، فصدقني الشعب السوري بعربه لديه على بعض فصائل الجيش السوري. لحظة أستاذ هوشنك، أستاذ هوشنك، لحظة يا حبيبي أستاذ هوشنك، سآتيك. تفضل أستاذ بسام. بالنسبة للجيش الوطني مشان ننهي هذا الملف، صدقا العرب السوريين لديهم على الجيش الوطني يعني مآخذ على بعض فصائله وليس على كله، مآخذ أكثر من إخواننا المتكلمين. وحقيقة نحن من وقفنا دفاعا عن إخواننا الكرد وشكلنا لجان ووقفنا في وجه من يظلمهم في عفرين ومناطق أخرى. اللي بدي أقوله اليوم أنه ما يجري حتى الآن وما تفعله قسد حتى الآن لا يعني يصب في إطار المسار الوطني. اليوم الإدارة في دمشق والشعب السوري يريد دولة سورية موحدة. لم تجبني ماذا دمشق فاعلة؟ قسد لا تريد، حسنا دمشق ماذا ستفعل الآن من الآن فصاعدا؟ إذا لم تكن إلا الأسنة مركبة فما حيلة المضطر. اشرحها لي هذه، اشرحها لي كيف هذه، اشرحها لي. يعني قرار سوريا الواحدة هو قرار لا رجعة عنه، فإن لم تأتي سوريا الواحدة بالمفاوضات فستأتي سوريا الواحدة بالحرب للأسف، رغم أننا لا نريد الحرب. وكي لا ندخل في المجاملات كثيرا بدي أقول أنه إدارة العمليات العسكرية، وهذا امبارح أحد أكبر القادة العسكريين قالها لي، قال إدارة العمليات العسكرية حررت دمشق وكان قوامها 6 فرق. اليوم بعد الجلسات التنظيمية تقريبا قوام تحت وزارة الدفاع هناك ما يقارب 13 فرقة، ونتمنى أن لا تشارك هذه 13 فرقة في القرار الوطني السوري القاضي بتوحيد سوريا، القرار الوطني السوري القاضي بتوزيع صحي للموارد. يعني الجزيرة السورية هي السلة الغذائية وهي سلة الموارد الطبيعية، ولا يمكن لأي جهة أن تحتكرها. هذا غير عادل ويترك حساسيات واسعة بين السوريين. يا أخي الحبيب يعني خلينا بلا مجامل اليوم، والله قسد خارج المسار الوطني السوري اليوم. يعني سوريا اليوم تريد على صفر مشاكل مع الخارج للتفرغ لبناء الداخل، بينما قسد للأسف بؤرة توتر إقليمي لعدة دول، قسد بؤرة توتر داخلي. يعني اليوم شفنا مشاكل في دير الزور من مقاتلي العشائر، وأيضا هناك مشاكل بين قسد نفسها وتيارات كردية أخرى. اليوم شفنا أنه في اغتيال لأحد أعضاء المجلس الوطني الكردي. حقيقة كل مناطق سوريا اليوم شبه استقرت باستثناء هذه المنطقة، وهذه المنطقة سورية يسكنها سوريون. طيب وإذا واشنطن لم تتخلى عن قسد وقتها ما يعني أين الأسنة وأين المضطر؟ كيف سوف يركب هذه الأسنة؟ والله نحن نرى أن توحيد سوريا هو قرار سوري، تمام. إذا لم ترفع واشنطن يدها عن قسد ماذا أنتم فاعلون؟ عندها ستكون يعني أمام الشعب السوري جميعا. يعني لا يعقل أن كيف هذه أمام الشعب السوري جميعا؟ كيف أمام الشعب السوري جميعا؟ نعم، هلا بدي أقول شغلة، في حال أنه قسد استمرت بالاستقواء بقوة خارجية فأيضا للإدارة السورية في دمشق تحالفات خارجية، وأعتقد أن الجغرافيا مع من؟ مع تركيا تقصد؟ نعم، نحن طيب لا نريد هو تركيا ونريد حل سوريا تركيا تستطيع أن تغضب واشنطن؟ لحظة، تركيا تستطيع أن تغضب واشنطن؟ في ظل وجود الأسد في دمشق والضعف الذي عانت منه الثورة السورية والموقف التركي، نذكر أن تركيا والفصائل السورية استطاعت أخذ عفرين، استطاعت درع الفرات، واستطاعت أيضا مناطق من نبع السلام. واشنطن سمحت وقتها، واشنطن سمحت الموازين. لا، لماذا سمحت؟ هذا سؤال مهم، لأن هناك توازنات معينة واليوم الموازين كلها تغيرت. أنا أتمنى من قوات قسد وإدارتها أن تدرك أنه اليوم لا رغبة حتى عالمية ببقاء قوى دون الدولة. المنطقة يراد لها الاستقرار. نتمنى أن نكون كلنا تحت سوريا التي تعترف بحقوق الجميع وبخصوصياتهم. أريد أن أقول كلمة،
في لقاء الأدباء والشعراء والمثقفين قبل عدة أيام، الشرع قال كلمة مهمة أتمنى أن تصل لجميع إخواننا الكرد. قال الكرد لم يظلموا فقط في عهد البعث، بل ظلموا من 58 في عهد الوحدة والقومية العربية، ظلموا كثيرا. الكرد مكون رئيسي، هم مواطنون، لهم ما لكل المواطنين السوريين وعليهم ما عليهم، وأيضا لهم خصوصيتهم، يعني من حقهم أن يعتزوا بكرديتهم بثقافتهم، وهذا الشيء ستضمنه لهم الدولة. هذا الكلام من لسان الشرع، وأتمنى أن يصل لكل إخواننا الكرد. بعدين يا شباب، الكرد لا يوجدون فقط في شرق الفرات، اليوم في حماة هناك كرد. رئيس مجلس محافظة حماة الحرة ل7 سنوات خلال الثورة هو نافع برازي، والبرازي من عائلة كردية معروفة. هناك كرد في دمشق، يعني لا يمكن لأي قوة اليوم أن تقول أنا أحتكر تمثيل الكرد. طيب أستاذ هوشنك تفضل. اولا انا هوشنك لا اعتبر قسد الممثل الوحيد للشعب الكردي، هو يعني تنظيم او مكون من مكونات المشهد السياسي الكردي. شوف، على صعيد التحليل ينبغي ان يكون هنالك مصداقيه للمعلومه لكي يبتنى على هذه المصداقيه راي متوازن وموضوعي. 13 سنه قسد مسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها الآن. البترول الذي كان يذهب إلى إدلب، كيف كان يذهب إلى إدلب؟ الكهرباء التي كانت تصل إلى اللاذقية بحقه بالمال كان يذهب بالمال بحقه. شوف، بالمال ولا بالغير مال؟ لا يعني تفرق. كانوا يشترونه من قسد، كانوا يشترونه من قسد. سهل. شوف كلام أحمد الشارع يا أستاذ معاذ، كلام أحمد الشارع أكثر وطنية وأكثر توازن وأكثر اعتدال من الأداء الذي تقدمه وتدير به هذه الحلقة. مع الأسف الشديد سامحك أنت الله. اضطررتني أن أقول هذا. سامحك الله. طيب ما أنت يعني بحقه، والله كانوا يأخذوا النفط من قسد بحقه، كانت تبيع للنظام ولإدلب ولكردستان بحقه بالمال. يعني هذه معلومة. يعني وأنا أسامحك على هذا الاتهام، أنا أسامحك، يعني أنت أستاذنا. رح يبعث النفط هيك هكذا مجانا للشعب السوري. شوف، هذه طريقة وهكذا أسلوب في إدارة الحوار أقل ما يقال فيه بأنه يعني غير متوازن وغير موضوعي ومشيطن. هذا لا يبشر بخير. أنت الآن في سوريا وتتحدث، أنت الآن في تركيا وتدير البرنامج من تركيا، لا وتقدم لي على وكأنه الآن سوريا موجودة والدولة والخضوع للدولة. متى ما نقلت استديوهات التلفزيون إلى دمشق وأدرت الحوار من هناك، وقت ذاك يمكنني أن أقول بالفعل هنالك شيء اسمه دولة وسلطات. بسام سليمان هو الذي يقول، بسام سليمان هو الذي يقول لك لا أنت عندما تقول أنا يا استاذ على فكره تلفزيون سوريا في له ليكو جنبي استديو، قبل شوي كنت فيه عم اقدم برنامج حول نفس النقطه، وكان في معنا خورشيد دلي والامور تمام. يعني تلفزيون سوريا له استديو هون، وان شاء الله معاذ محارب قريبا بيجي بالصوت. هي دعوه يا استاذ معاذ. حبيبي والله. الاستاذ معاذ لا يدير البرنامج يعني باستديو اخر في بلد اخر. هذا يعني أنا لست موضوع النقاش أستاذ هوشنك، يعني أنا لست موضوع الحلقة أستاذ هوشنك، أرجوك. يعني دولة حتى الآن كلنا نسعى ونصبو ونأمل ونرجو أن تتحقق سوريا الموحدة بجهود الوطنيين، بخطاب متوازن، بخطاب وطني، بخطاب معتدل يحاول نزع أسافين القنابل الموقوتة ولا يصعد الموضوع بهكذا أداء. يؤسفني القول أنه يعني أنا أستغرب، هذه أول مرة بشوف فيها أستاذ معاذ بهذه الطريقة من حبيبي يا أستاذ. يعني والله هي مجرد طرح أسئلة فقط، لا أكثر ولا أقل. طرح أسئلة يا عزيزي، أنت تحكي مع واحد صحفي، أنت ما بتحكي واحد من الشارع. أستاذنا أنت أستاذنا. والأسئلة الاستنتاجية ومستويات الخطاب في طرح الأسئلة وإدارة الحوار، أنت جاي يعني. لا العفو أنت أستاذنا. طيب جيد. الآن سنبدأ بداية جديدة، مع أنه يعني ربما كثر لا يوافقونك وجهة نظرك عن أدائي في هذه الحلقة، واتهمتني اتهام وأنا أسامحك أمام الله ثم أمام الناس على هذا الاتهام. جيد، هكذا جيد. نبدأ من جديد الآن. بسام سليمان يقول لك لا حيلة، الحرب هي الحرب، وإذا لم ترفع واشنطن يدها
الجماعة سوف يستعينون بالأتراك، والتحالفات تركية أمريكية قوية، وترامب قادم، وترامب صديق أردوغان. بالتالي قسد سوف تبقى في مهب الريح. هكذا السؤال جيد؟ قل لي. في تقديري الأمور لن تذهب في هذا الاتجاه، لن تصل إلى مرحلة التصعيد النهائي. القنوات الاتصال ما زالت يعني مفتوحة، وهنالك مفاوضات على أكثر من صعيد، على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي. كل الأطراف من مصلحتها أن الدم السوري كرديا وعربيا لا يراق بأيدي السوريين. يعني ليس من التوازن. يعني أنا كمان فيني أقول لك بالعودة يعني إلى مسألة الأداء، يعني أنت تقول للضيف في هولندا أبناء عمومتك وأبناء، وكأنه الموضوع قبلي وعائلي وعشائري. أنا كمان بإمكاني أقول لك أبناء عمومتك وأبناء خولتك موجودين في قسد، عرب موجودين. يعني من يقتل في قسد في حال صارت حرب هم أبناء عمومتي وعمومتك، ينبغي أن نحرص على دمهم. هذا ما يملي علينا أخلاقنا كسوريين، كأدباء، لنا احترام للكلمة، لنا علاقة وآصرة قوية بالشعر، لنا آصرة قوية بقيم التسامح والعلاقة الوطنية. فقضية أنه يعني مسألة أنه الضيف في هولندا تضعه في زاوية ضيقة، أنه هؤلاء أبناء عمومتك من البقال والشمر والطي وكذا، وينبغي طيب نتحدث بصراحة. طيب أستاذ هوشنك أوسي، نتحدث بصراحة وبحضور أستاذ ماجد. يعني البعض يقول لك أنه الأكراد كمكون سوري أصيل لديهم مشكلة مع الدولة السورية، ظلموا، وربما في زمان ما أيضا مع الدولة التركية ومع دولة إيران، يعني لديهم مظالم، مفهوم. لكن الأخ العربي ماجد الكرو هذا ما مظلوميته، يعني ما مظلوميته من تركيا. يعني أنت ككردي تستطيع أن تقول والله لك مظلومية من تركيا. الأستاذ ماجد أنت ما مظلوميتك من تركيا؟ بالله أستاذ ماجد تفضل. والله استاذ معاذ، بكونك مدافع عن تركيا والان توجه لنا اتهام. لا انا اسالك والله، يعني انت ما مظلوميتك انت كعربي؟ لا كعربي من شمال شرق سوريا، والله ما مظلوميتك من تركيا؟ لا، انا مو مظلوميتي. هلا تركيا محتله اجزاء من سوريا تحت عناوين كثيره جدا. انا مو مظلوم، بالعكس الشعب التركي استقبل السوريين على مدار سنوات الثوره، ولهم فضل على السوريين لا ينكر. ولكن سياسة الدولة التركية في اتجاه سوريا أنا أتوقع هي لا تصب في الصالح السوري. وبالتالي أنت انضممت إلى مسد. أنا ما انضممت لأحد، أنا انضممت لأهلي وناسي اللي موجودين في شرق الفرات. أنا لم أنضم لمسد، ومثل ما طيب جزء كبير من أهلك وناسك يقولون والله إنه هذه قسد تحكمنا بالحديد والنار، ماذا تقول لهم؟ لا أبدا، أكيد هذا غير صحيح. اليوم في قوات عسكرية موجودة على أرض الواقع، والقوات العسكرية طيب الجماعة المجلس الوطني الكردي يقول إن قسد تحكم الناس بالحديد والنار، نفسه المجلس الوطني الكردي. يا أستاذ معاذ إذا تسألنا وتجاوب بالنيابة عنا ممكن. لا أنا أسألك والله أسألك، ما أسألك أريد أن أخذ إجابة منك. أنا سعيد أنك تسلط الضوء. خلي إحنا نوضح بعض النقاط. اللي موجود هو في شرق الفرات قوات سوريا الديمقراطية، هي قوات لكل المكونات اللي موجودة في شرق الفرات، وهي مشروعها سوري بامتياز. ما هو مشروع قسد؟ ما هو مشروعها؟ مشروع سوري. ما هو؟ الآن تطرح مسد، الآن مسد إلى مشروع وطرحته قبل سنة ونص إنه وحدة سوريا، وأن يكون نظام لا مركزي في سوريا، أن يكون نظام لا مركزي جغرافي. والاستاذ يعني هذا المشروع بشكل صريح. يعني اخواننا الاكراد يريدون هذا المشروع حتى لا يتعرضوا للظلم كما تعرضوا لظلم دولة البعث. طيب جيد، حق طبيعي لشريحة، وحق طبيعي لشريحة. لكن انت كعربي يعني هو ما الظلم الواقع عليك حتى تطالب بالفدرالية ولا مركزية؟ بالله والله مو ظلم علي، انا اراه حل لكل سوريا وليس الي كشرق الفرات. أنا أشوفه حل لكل سوريا في ظل الانقسامات اللي حصلت في المجتمع السوري على مدى ال 14 سنة من عمر الثورة السورية. حصلت انقسامات كبيرة. لكن قسد لا تجبر العرب على الخدمة في صفوفها. جواب نهائي. لا لحظة أستاذ معاذ، أنا ما أعرف. أنت اليوم في عندك هجوم. هذه أسئلة ليست هجوما، هذه أسئلة حتى نفهم الواقع. تتركنا نجاوب عليها. يتفضل. أولا هي
في خدمه هي الدفاع الذاتي اللي موجود في المنطقه، وشيء طبيعي انه ابناء المنطقه يدافعوا عن منطقتهم بكل ما يتم. يعني العرب في قسد بمزاجهم لا يقتلون اذا انشقوا عن قسد، بنعم ام لا؟ اللي ينشق عن قسد هو أن يقتل، يعني اللي ينشق عن قسد يذهب، ولكن لا يوجد انشقاقات عن قسد باللي أنت تدري. طيب. وكل من هم أكيد في مزاجهم ويدافعون، وفي متطوعين الآن يرفعون البارودة للدفاع عن المنطقة، لأنه إحنا ما نريد ندخل في فوضى. أتمنى أستاذ يعني أنت لو نزلت الآن إلى سوريا ستحمل بندقية وتقاتل مع قوات سوريا الديمقراطية؟ هذا شيء طبيعي إذا تعرضوا لأذى، ولكن الكلام اللي انت تحاول توصل له وتظهر قوات سوريا الديمقراطيه ومجلس سوريا الديمقراطيه انه معادي لسوريا، هذا كلام غير صحيح قولا واحدا. استاذ بسام سليمان، الوقت انتهى. نحن سوريين بامتياز، نحن سوريا. استاذ طيب. معاذ، اتمنى من حضرتك تعطينا مجال بس دقيقه. في مجلس سوريا الديمقراطيه، مجلس سوريا الديمقراطيه مشروعه اللي موجود الآن في شرق الفرات هو مشروع سوري، واحنا على الاستعداد للتحاور مع كل السوريين، يعني وليس طيب. الاستعانة بالآخرين. استعين بتركيا، لا ما تستعين بتركيا، استعين بالخطوط العريضة اللي تجمع السوريين على مشروع واحد، لا تستعين بالقرباء. يعني اليوم شكرا، والله الوقت انتهى استاذ ماجد، والله الوقت انتهى. يعني لا ادري قلت كلاما يعني هذه برسم المشاهد. استاذ بسام سليمان باقل من 30 ثانيه. بحقيقه نحن ندعو جميع السوريين الى حل سوري ينهي التدخل الخارجي. وثانيا ترى اعطيته كثير على الدكتور معاذ. يعني حبيبي والله على راسي دكتور معاذ. شكرا الشباب والله. شكرا الكاتب والباحث بسام سليمان، شكرا جزيلا لك استاذ بسام من دمشق. استاذ هوشنك اوسي، خاطرك راضي الان من بروكسل؟ زعلان منك انا، ما لي شيء معك. إيه تمام. لا يعني انت استاذنا لكن المشاهدين. طيب شكرا جزيلا لك من بروكسل استاذ هوشنك، وشكر كذلك للاستاذ ماجد الكروم ممثل مجلس سوريا الديمقراطيه من امستردام في هولندا. نلقاكم غدا على 10:00 فيما تبقى. في امان الله.